لو بصينا على قرعة بطولة أفريقيا هتكتشف إن الطريق للنهائي أصعب من الموسم اللي فات. عندك 3 دربيات عربية مباشرة، وعندك كمان دربيين في الكونفدرالية، بس الكونفدرالية مش موضوعنا. المشهد ببساطة عندك مواجهات تقيلة وتاريخ طويل بين الأندية، وطريق مليان مفاجآت لحد النهائي. في الفيديو هنقدم تحليل كل مواجهة وإزاي نرسم طريق للنهائي، وهنعرف كمان مين كعبه على مين في التاريخ، وهقول لك على مواعيد المباريات وتوقيتها، والاهم مين الاقرب انه يوصل للنهائي. بس قبل ما ندخل في التفاصيل اعمل لايك، عشان اللايك بيفرق جدا في انتشار الفيديو، ولو مش مشترك اشترك ونورنا، ورمضان كريم علينا وعليك. كنت اتمنى الفرق غير العربيه زي صن داونز واستاد مالي يتوزعوا عشان نضمن نص نهائي عربي خالص، لكن القدر اختار لنا سيناريو اصعب لكنه هيبقى امتع. صن داونز واستاد مالي، رغم ان استاد مالي ممكن تفاجئنا وهو فعلا ماتش محتمل فيه المفاجآت، بس بصراحة أنا شايف إن صن داونز أقرب للتأهل، بالرغم من إن صن داونز ما كانش بيقدم أي مردود في دور المجموعات، وكان بيقدم أداء باهت جدا بالنسبة لصن داونز اللي إحنا عارفينه. أما استاد مالي عمل اللي عليه ووصل لربع النهائي، وكان مقدم دور مجموعات قوي جدا، وقدر يفوز على الترجي وعلى بيترو أتلتيكو، وكمان اتصدر المجموعة عليهم بفرق 5 نقط كاملين. لكن خبرة صن داونز ممكن تحسم الموضوع لو خلصت الموضوع بدري في جنوب أفريقيا، قبل حتى ما تروح ماتش مالي والدنيا هناك تتأزم معاها. المباراة دي هتكون يوم الجمعة على ملعب لوفتس هيلزفيلد، ملعب صن داونز، الساعة 9 مساء بتوقيت السعودية، والساعة 8 مساء بتوقيت مصر، الساعة 7 مساء هتبقى بتوقيت تونس والجزائر، و6 هتبقى بتوقيت المغرب. وهنا واقعيا الذكاء الاصطناعي اختار ان صن داونز يفوز بثلاثية على استاد مالي، والفائز في لقاءين ربع النهائي منهم هيقابل الفائز من الاهلي والترجي في نص النهائي. المباراة التانية في نفس اليوم هيبقى بيراميدز والجيش الملكي. بيراميدز واحد من اقوى واجهز فرق البطولة حاليا، صعد اول مجموعته بدون هزيمة لانه بيمتلك قوة هجومية ومن اعلى الفرق تهديفيا في دور المجموعات. والجيش الملكي فريق محترم قوي تكتيكيا من الطراز الاول، صعب جدا، معاه مدرب متمرس في افريقيا وبيقدم اسلوب مختلف في عملية الضغط والاستحواذ، لدرجة ان اخر مباراة لي في المجموعات امام الاهلي في استاد القاهرة وبجماهير كتير غفيرة جدا، فريق فضل قوي ذهنيا وبدنيا واحرج الاهلي جدا بغض النظر عن الشغب اللي حصل في اللقاء. بس خبرات بيراميدز ونظرا لان مباراة العودة هتبقى في القاهرة، فده هيخلي الكفة تروح اكتر ناحية بيراميدز، وده اللي بيتفق فيه معايا الذكاء الاصطناعي في فوز بيراميدز على الجيش الملكي. المباراة هتكون على ملعب الامير مولاي عبد الله يوم السبت الساعة 1 صباحا بتوقيت السعودية، والساعة 12 صباحا بتوقيت مصر. يوم الجمعة الساعة 11 مساء بتوقيت تونس والجزائر، والساعة 10 مساء بتوقيت المغرب. لو لحد دلوقتي ما عملتش لايك انزل اعمل لايك، ولو ما عملتش اشتراك يبقى اشترك، وتعالى نكمل باقي مباريات دوري الابطال. الهلال السوداني ونهضة بركان، ودي بقى واحدة من امتع واصعب مواجهة في ربع النهائي. الهلال فريق صلب وبطل مجموعته، ومقدم مباريات حتى الان هي اكتر من روعة في البطولة. اخذ 4 نقط من صن داونز وكسب وخسر من مولودية الجزائر وفرم سانت لوبوبو ذهاب وعودة. اما نهضة بركان فهو بطل الكونفدرالية المتمرس، تاني المجموعة ورا بيراميدز، قدم ماتشات قوية جدا في المجموعة، كمان فريق عنده اتزان دفاعي وهجومي على طراز رفيع، وكمان تقدر تقول ان في طار بايت بين الفرقتين. ويمكن جاء الوقت اللي الهلال يرد فيه هزيمته السابقة امام نهضة بركان لما اتقابلوا في دور المجموعات في الكونفدرالية في سنة 2018، ونهضة بركان فاز في اللقاءين 0-1 و0-2. وقتها الهلال ما كانش بيقدم اي مستوى مميز خالص، لدرجة انه خرج من دور المجموعات ب3 نقط بس. الذكاء الاصطناعي قال ان نهضة بركان له الافضلية بالفوز 3-1 على الهلال، لكن انا شايف المواجهة دي هي 55% للهلال، لان مستواه السنة دي مختلف تماما عن قبل كده، بشرط عدم تأثرهم بالغيابات والظروف المحيطة بالفريق. المباراة هتكون على ملعب البلدة ببركان يوم الاثنين الساعة 1 صباحا بتوقيت السعودية، يوم الاحد الساعة 12 بتوقيت مصر والسودان، الساعة 11 بتوقيت تونس والجزائر، والساعة 10 بتوقيت المغرب. مع التأكيد ان الفائز في المواجهتين ذهابا وإياب هيقابل الفائز من الجيش الملكي وبيراميدز. اما بقى المواجهة الكلاسيكية اللي عندنا هي الاهلي والترجي، دي مواجهة مكانها الطبيعي النهائي او نص النهائي، مش ربع النهائي ابدا. الاهلي حاليا مستقر، والترجي لسه بيدور على هويته الفنية مع مدرب جديد، لكن التاريخ بيقول ان الماتش ده ملوش مقاييس. المشكلة هنا ان الاهلي في الادوار الاقصائية بيتحول لفريق تاني خالص، بالرغم من ان الاهلي اداؤه في المجموعات والدوري مش مقنع تماما، بالرغم من تصدره مجموعته في دوري الابطال،
الا ان الاداء كان عليه علامات استفهام كتير جدا، على عكس الترجي اللي كان بين قوسين او ادنى من الخروج المبكر في المجموعات لمصلحه مين؟ بيترو اتلتيكو اللي كان يهمه فقط انه يتعادل. الا ان الترجي قدر يفوزوا في اللقاء بثنائيه انهت تماما على طموح فريق اتلتيكو. انا رهاني الشخصي على الاهلي انه يقدر يعني بسبب الظروف اللي محيطه بيه انه يتحول لوحش في الادوار الاقصائيه زي ما قلت لك، على عكس الذكاء الاصطناعي اللي رجح كفه الترجي والفوز على الاهلي. وهنا مواجهه نص النهائي من وجهه نظري هتكون بين الاهلي وصن داونز، ودي هتكون مباراه تقيله جدا وبقينا متعودين عليها اخر 5-6 سنين، وتقريبا بقينا نستناها كل سنه عشان نعرف مين هيفرض شخصيته على التاني. ولحد ما نعرف ده هيتحقق ولا لا، خلينا نعرف المواعيد. مباراه الترجي والاهلي هتكون يوم الاحد على الملعب الاولمبي برودس الساعه 12 بتوقيت السعوديه، الساعه 11 بتوقيت مصر، والساعه 10 بتوقيت تونس والجزائر، والساعه 9 بتوقيت المغرب. توقعاتي الشخصيه لنص النهائي هيبقى الاهلي ضد صن داونز، ودي عقده الاهلي اللي لازم تتفك، وبيراميدز ضد الهلال السوداني. وتوقع كمان مباراه النهائي ان الاهلي وبيراميدز هيبقى في النهائي. كمان اتوقع لك ان بيراميدز في اللحظه اللي بكلمك فيها دي هو الاجهز لحصد اللقب للمره الثانيه على التوالي. بس في الكوره كل شيء وارد. اما الذكاء الاصطناعي فكانت توقعاته مختلفه تماما. الترجي في مواجهه صن داونز، ونهضه بركان في مواجهه بيراميدز. دي كانت قرايتي المبدئيه للمباريات بسبب اللي احنا شفناه من الفرق قبل كده. لكن الحقيقه ان البطولات الكبيره عمرها ما بتمشي بالمنطق ولا عمرها بتتحدد بالورق. التاريخ بيقول حاجه والملعب ساعات بيكتب قصه مختلفه تماما. كل مباراه هنا بمثابه معركه، وكل خطوه ناحيه النهائي لازم تتاخد بالدم والعرق. فهل هنشوف نهائي مصري تاريخي، ولا القاره الافريقيه عندها مفاجآت تانية والتوقعات بدأت؟ والاجابات الحقيقيه هتتكتب على ارض الملعب. اكتب توقعك في التعليقات مين هيوصل للنهائي ومين هيشيل الكاس. لو عجبك التحليل السريع ما تنساش اللايك والاشتراك. السنه اللي جايه في البطوله شكله هيبقى مجنون. سلام.